السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا بقى الجمال والحلاوة دي. انا باختصار شديد جدا انا عايزه اقول لكم انا نضفت الممبار ازاي. هاتي 10 كيلو ممبار، هاتي مصران العجل كله وتعالي نضفيه. شوفي شفاف ازاي ونضيف ازاي، وتعالي اوريكي بطريقه بسيطه جدا وسريعه جدا، مش هطول عليكي. انا هديكي الفكره وانتي تكملي مع نفسك. هاتي اي حاجه لو تعرفي تقلبي الممبار باي طريقه اقلبيه. انا بقلبه كده بالسيخ اللي هو بتاع الكفته زي ما انت شايفه كده. وبعد ما هقلبه وهوريكي دلوقتي انا هعمله ازاي بطريقه سهله وبسيطه جدا. بس ما تنسينيش اول ما تعملي الفكره بتاعتي دي وتنجح معاكي افتكريني باللايك والاشتراك، وما تنسونيش في انك انت تدعي لي دعوه حلوه. بصي كده كده انا قلبت الممبار زي ما انتم شايفين. طبعا الصفار بتاع التنظيف باين جدا اهو. ادي الممبار بتاعنا مش نظيف زي ما انتم شايفين. تمام. انا هعمله بايه بقى؟ بالليفه الذكيه. شايفين الليفه الذكيه اللي لسه جايباها جديده طبعا ونضيفه جدا، مش بتاعت مواعين ولا اي حاجه. وبعد ما هتخلصي برده مش هتستعمليها في اطباق ولا مواعين، خلي بالك لان دي خلاص كده بقت فيها جرثومه المعده بتاعت الممبار والكلام ده كله، ما ينفعش احنا نستعملها تاني، هتترمي. ايه يعني 5 جنيه بس انت هتستعمليها مره واحده وهتنضفي بيها الممبار، ولا هتغلبي في اي حاجه. بصي زي ما انا بعمل كده مره اهو. بصي اللي نزل الناحيه التانية من ايدي ونزل في الليفه مره كمان اهو. بصوا اللي نزل دي حته دهن على فكره، ما تقطعش في ايدي ولا حاجه اهو. تحفه اهو. بص بقى هوريكي دلوقتي لما هفتحه من جوه عامل ازاي شفاف. عارفين يعني ايه شفاف؟ تحفه. طبعا الصفار اللي انتوا شايفينه راح خالص اهو. بص بقى عامل ازاي قشطه. طبعا انا وريته لكم عبيته ميه وكان شكله قدامكم باين ازاي النظافه. كملي بنفس الطريقه دي واوعي تنسيني.